السلام عليكم. تعالوا بقى نعمل كيكة الصبح كده للفطار جميلة وهشة ومرتفعة وبأقل الإمكانيات عندك في البيت، تفطري بيها كده مع كوباية شاي الصبح، حاجات كده جميلة تقدميها كده، حابة تحطي عليها أي تزيينة، حابة عندك سكر مكثف تحطي عليها كده جميل، سكر بودر بشوية لبن كده هتبقى جميلة جدا. هتفطري بيها جنب كوباية شاي، جنب فنجان قهوة الصبح، حاجة كده للأولاد يعني بسيطة وجميلة في نفس الوقت. تعالوا بقى نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول مكونات الكيكة القمر دي. معايا حبتين من البيض، كوباية من اللبن، باكت بيكنج باودر أي نوع عندك، فانيليا، نص كوباية من الزيت طبعا بأقل حاجة، ومعايا كوباية من السكر بالمعيار بنفس المعيار طبعا، وليمونة، ومعايا معلقة كبيرة من الخل، ومعايا طبعا الدقيق عندي كوبايتين وربع منخولين. هتجيبي الخلاط او اي مضرب يدوي او الهاند بلندر او اي حاجه انت حابه تضربي بيها او المضرب، وهتبداي تحطي البيض في الخلاط ومعاهم السكر وهنضربهم، وبعد كده هقولك هنحط المقادير التانية دي ازاي. هنبدأ في الخلاط كده، بدأت انزل بالبيض الاول بره في طبق، اشوف برضه اختبر البيض، معايا البيضتين سلام وزي الفل، ابدأ انزل في شفشق الخلاط بيهم ومعاهم الفانيليا والخل. لسه هحط الفانيليا، هعصر برضو على البيض الليمون، الليمون هيخلي زفرة البيض تروح خالص، وفي نفس الوقت هيديني هشاشة. هبدأ كده نزلت في الخلاط ونزلت عليهم بالفانيليا. هبدأ أضرب البيض الأول بالحاجات دي عشان الزفرة تروح خالص منه، وأبدأ أنزل باللبن ثم الزيت، منزلتش بالمواد الجافة خالص في الأول، هنزل بالمواد السايلة، ضربتها كويس جدا، هنزل بالسكر وهضرب كويس. بعد كده هبدأ أنزل بالدقيق تدريجيا، لو حسيت إن الدقيق تقل معايا مع الخلاط، الخلاط طبعا الدقيق بحط عليه الباكت البودر، هبدأ أنزل طبعا في بولة وأبدأ أنزل على الدقيق، لو مش حابة الخطوة اللي هي إني أحط الدقيق في الخلاط لأنه بيتقل معايا وما بيلفش معايا كويس، فأبدأ أنخل الدقيق بتاعي بالشكل ده. لو انت مش نخلاء انخليه، هيبقى هيديك هشاشة وهيبقى مفيش فيه أي تكتلات. بدأت هنزل بقى بالمواد السائلة اللي أنا ضربتها في الخلاط، اللي هو الزيت واللبن، ومعايا بقى تركاية اللي هي معلقة سمن بلدي، حابة تحطي معلقة نشا جميلة برضو، هتديكي طعم جميل جدا. هبدأ أقلب بالمضرب اليدوي زي ما انت شايفة كده، قلبت لحد ما الخليط يتجانس كله، وعندي صينية مدهونة بزيت، مدهونة بسمن، مدهونة بأي مادة دهنية. طبعا الخليط الكيك لازم يكون معايا متوسط، لا تقيل ولا خفيف، بالشكل وبالسمك اللي انت شايفاه ده. هبدأ انزل بقى في الصينية اللي انا خلاص دهناها ومشغلة الفرن طبعا مسبقا بقاله حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، ولازم احطها في فرن سخن على طول، ما ينفعش ان انا احطها في فرن بارد او لسه مشغلاه. بدأت بقى كده بطلع الفراغات من الكيكة بأي خلة، تاخد معايا بالظبط ساعة الا ربع، تطلع معايا بالمنظر الجميل الذهبي ده. ما بديهاش اي وقت زيادة عشان ما تسودش معايا وتغمق، وتبقى معايا بالمنظر الحلو وطرية وهشة وجميلة. شايفين ما فيش فيها اي حاجة، مستوية وجميلة. بدأت كده خلاص بتبرد شوية، بديها فرصتها تبرد، وابدأ اقطعها شرايح، اقطع قطع، اقطع مثلثات حسب ما انت حابة، سهلة وبسيطة وهتعمليها في اي وقت، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. هي اللي هي هتقعد في الفرن حوالي ساعة الا ربع، بس هي دي اللي بتاخد وقت. انا بالنسبة لي الفرن كده بتاخد ساعة الا ربع، في افران ممكن تاخد اقل، بس انا عاملاها على درجة حرارة 180، عشان كده بتاخد الوقت ده. في ناس بتزود الفرن حاجة يعني 190، انا خايف ان انا ازود تطلع جامدة، فبتطلع معايا بالشكل واللون والجمال والطراوة اللي انت شايفاه دي. تقدميها بقى مع كوباية شاي الصبح، مع فطار، مع في للضيوف، تحطي عليها اي صوصات فوق شكلها حلو برضو. عندك صوص لبن مكثف، اي حاجة جميلة. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش الاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على علامة الكل عشان تشوفي كل حاجة جميلة بعملها.
اشوفك على خير حبيبتي.